بسم الله الرحمن الرحيم. مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، وكأنها رسالة إلهية وكأنها رسالة ربانية. رسائل ربنا بتنزل من السماء، فالدوري نزل لنا من السماء، نازل من طيارة هليكوبتر، أول مرة تحصل في التاريخ وفي الدوري المصري، وما سمعناهاش عنها في العالم. ليه؟ ده طبعا بسبب قدر ربنا ان في 3 فرق بتنافس في 3 اماكن مختلفة، 2 في القاهرة وواحد في اسكندرية اللي هو النادي الاهلي الثالث. انما احنا الاثنين اللي في الاول والثاني في القاهرة، لان هي العاصمة وهي المحافظة، والزمالك هو الملكي هو الاول بطل الدوري. ودي رسائل ربنا، رسالة الهية. وسبحان الله يشاء القدر ان تيجي وقت اعياد العيد الكبير. طب ايه علاقتها؟ رسالة ربانية تانية ورسالة الهية تانية. ازاي؟ ما هو في العيد الكبير اساسه ايه؟ ربنا نزل لسيدنا ابراهيم وفاديناه بكبش عظيم. ربنا نزل الكبش من السماء عشان يفادي سيدنا ابراهيم ويبقى عيد، فنزل لنا الدرع من السماء من الطيارة عشان يفرحنا ونبقى بطل الدوري ويبقى عيد في وقت عيد في دوري استثنائي وفرحة استثنائية، عشان الناس تبقى فاهمة نقصد بالرسالة ايه. الرسالة ان دي تعويض ربنا عن نادي الزمالك. رسالة بتقول ان الفوز مش بالفلوس، مش بالمليارات، مش بالشوالة اللي فيها فلوس اللي بتتصرف على لعيبة. نادي خليجي خزاينه مفتوحة اللي هو بيراميدز، ونادي تاني حبايبه ياما ويقعد يقول لك فلوسنا من بطولاتنا. بطولات ايه؟ بطولات ايه؟ انت جايب 3 4 لعيبه بس ب 2 مليار. للناس اللي بتزعل ان احنا بنقول عليهم نادي المليار، ده نادي المليارات. اللي مش موضوعنا فلوسه جايه منين، جايه من بطوله، جايه من ده مش موضوعنا. لكن لما تبقى انت ملياردير وواحد غلبان يطلع الاول عليك، يبقى تتكسف على دمك. زي كده طالب قاعد بيذاكر كده تحت اللمبه السهرايه بتاعت زمان دي، وتاني واحد تاني واخد كل الدروس الخصوصيه والمدرسين بتجيله وقاعد منعم وقاعد، وفي الاخر ده يطلع اول عليه وده يطلع تالت بالزق. فيقول لك انت فرحان ليه؟ عندنا منه ياما، فرحان ليه؟ انت يا ابني ما بتفهمش يا حبيبي، انت ما بتاخدش بالك. طب واحنا مالنا بالظروف اللي انتوا فيها؟ احنا مالنا يا حبيبي؟ احنا دلوقتي ما بنتكلمش على ظروفنا اللي احنا فيها، مين سببها؟ الادارات، المعرفش، الدوله، الكوره، كل الكلام ده احنا مالناش دعوه بيه. ايا ما كان كل واحد بيقعد يقول ايه، ان الدوله الرياضيه بتيجي علينا وبتظلمنا وما بيدوناش فلوس. مش انا ما بقولش في ده، ولا احنا فلوسنا من حلالنا. انا ما بتكلمش في كده خالص. انا بتكلم واحد بظروف ياما بقى نادي مديون لطوب الارض مش لاقي يجيب ميه، وواحد بظروف ياما بقى مليونير، وده يجي يغلبه ويكسبه، فبعدين يتريق عليه، حتى مش عارف يقول له مبروك. يطلعوا اهلاويه يقول لك انتوا مش عارف عاملين حفله، انتوا عندنا من ياما. انت عشان معلش من الكلمه ما بتشجع بظهرك، ما انت لو تفهم هتتكسف على دمك وتعيب على ادارتك وعلى لعيبتك اللي بتاخد فلوس. لو فلوس حلال كانوا كسبوا بيها. فمليون مبروك للعيبه الزمالك وجمهوره وادارته وكل منظومه نادي الزمالك. ودي تعويض من ربنا ورساله الهيه، وكأن القدر يشاء ان بيقول لك الدرع نازل لك من السماء، نازل لك من هليكوبتر من فوق بيهديك بيه، بيقول لك الف الف مليون مبروك. فربنا يكرم. وان شاء انا واحد زملكاوي، هويتي اني زملكاوي مشجع زمالك، عامل قناه صغيره لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في تعداد القنوات والاخبار، لكن في الاساس انا مشجع، مش عاملها عشان. الدليل على كده ان احنا ماتش الكونفدراليه من 5 ايام ما عملتش اي حاجه ولا نزلت اي حاجه، لان الموضوع معايا مش اكتر ما هو زملكاوي بيفرح وقت الفرحه. بس ان شاء الله مش هنبطل وهنفضل مكملين بفضل الله ثم بدعمكم. ولو انتوا حابين المحتوى اللي بنقدمه، حابين ان احنا ان شاء الله نقول لكم كل جديد، يا ريت تدعمونا بالاشتراك واللايك والشير عشان نفضل موجودين ومكملين.
وعندنا اخبار ياما ياما جدا هتفرح كل الزملكاويه في اللي جاي ان شاء الله في الرخصه الافريقيه، وان ان شاء الله ان شاء الله في مد شهر وهنقول لكم التفاصيل دي كلها. ووصلوا لاكتر من 10 لعيبه بتسويات وبارقام قليله سهله الدفع، وكله ان شاء الله هيتحل. وسبحان الله، لان انا بحب، ممكن عقلي كده، انا بحب موضوع الرسائل ده. ربنا ما قدرش في الكونفدراليه، ليه؟ لان الكونفدراليه بالنسبه لنا كجمهور، وحتى انا في الفيديو اللي قبل كده وقلت ليه حياه او موت، واهم نقطه في الحياه او موت ما كانتش كبطوله، قلنا مش عشان بطوله، عشان هتجيب ماديات تحل مشاكل النادي. مشكلتنا كجمهور ان احنا بنتعامل كمسؤولين، فلما مجلس الاداره مصدر لنا مشاكله ان انا عندي فلوس وعندي ديون وعندي، فالبطوله دي هتحل لنا، فشلنا هم الزمالك مش هم الاداره. لكن سبحان الله ما نكسبش البطوله اللي هتجيب فلوس عشان الاداره تشيل غلطها وتدفع الفلوس من جيوبها كرجال اعمال، وربنا يجيب الدوري للجماهير عشان ده اللي يفرح الجماهير ويرجعهم دوري ابطال ويفرح اللعيبه وينقلهم من مرحله لمرحله اللي هم طول عمرهم كانوا فيها. وبعدين ما تعيطش يا جمهور الاهلي، انت التالت. انت ايه؟ التالت. يعني هتلعب في ايه؟ في الكونفدراليه اللي كنت بتتريق علينا فيها. احنا ما عرفناش ناخدها وقلت وطلعنا بضربات جزاء. والنبي اوعى تنسى توصلش للنهائي، تيجي السنه الجايه وما توصلش للنهائي وتاخد البطوله، هنجيب لك الفيديو ده ونتريق عليه. كنا نقول لك كنت بتتريق. طب على اللي احنا للنهائي، لو عواد صد الكوره كده، لو ايده مرفوعه شبر كده في اي كوره، كنا كسبنا البطوله. يبقى انت اوصل زي ما احنا ما وصلنا، وبرجل عرجه، برجل واحده كنا في نهائي الكونفدراليه. لكن احنا مش هنتكلم على كل ده، ولا هنرد على المتغاظين، ولا هنرد، عشان عندنا رد لكل حد، بس لو نعدتم عدنا. انما النهارده احنا بنتكلم في فرحه نادي الزمالك وجمهوره، ومليون مبروك 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 لنادي الزمالك وجماهيره ولاعيبته، واللي جاي خير في كل حاجه ان شاء الله. بجد تحيه كبيره لمعتمد جمال، اللي من ضمن مكاسب الثلاث شهور اللي كان فيهم اللعيبه كلها كده. اللعيبه النهارده محمد صبحي اللي بقاله مده ما بيلعبش، مداخله مع ميدو وفرحان وبيهزر وبينفي كل الاخبار السلبيه اللي كانت بتتقال عنه. ما عندناش لعيب عنده مشكله الحمد لله، ما عندناش لعيب بيصوت وبيضرب مش عارف ايه وبيعمل ايه، ما عندناش. فان شاء الله اللي جاي بالنسبه لنا خير، وعندنا ان شاء الله بكره اخبار حصريه لكل الزملكاويه وتفرح كل الزملكاويه، ونبدا في الاخبار اللي تفرح الزمالك وجماهيره من اول بكره ان شاء الله. النهارده طلعنا نبارك لكم ونبارك معاكم ونقول لكم ان شاء الله ان كل جديد من اول بكره هنبقى مستمرين بفضل الله ثم دعمكم. فيا ريت تدعمونا تاني، انا ما بحبش اقول الكلمه دي بس بجد محتاجين دعمكم لو عايزيننا نفضل مستمرين. شكرا ليكم ومليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، الف الف مليون مبروك. والرساله الالهيه، الدوري من السماء، الدوري من السماء. شكرا ليكم، سلام.